مساء الخير يا حبايبي. النهارده هنعمل كيك صيام بسيط خالص، مفيهوش اي حاجه. هنعمله بالسفن مش بالبرتقال. 2.5 دقيق و2 سكر، باكو باودر، نص كوبايه نشا، كوبايتين ونص اي صودا اللي تعجبك، كوبايه الا شويه زيت، نص كوبايه كاكاو. وده صوص الشوكولاته اللي احنا عملنا الفيديو بتاعه قبل كده على السريع كده. نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر بودره، نص كوبايه ميه، نص كوبايه كاكاو، ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه، كله يتضرب على بعض. والزيت هنحط ربع كوبايه، هنحطها ونشوف محتاج تاني ولا لا. اوريك التقل بتاعه تاني اهو. شوفوا التقل، هو لما بيقعد بيتقل كده. هو كان اول ما عملته خفيف شويه، انما اهو شايفين. وبميه، مفيهوش اي حاجه. ربع كوبايه زيت هزودها بالتدريج عشان ما يفصلش مني. بس هنحط بقى المكونات الجافه بتاعت الكيك. ده البودر الباكو اللي احنا قلناه، وده النص كوبايه نشا ناقصه سنه صغيره، دي المواد الجافه. وبعدين هاخد بقى انا بس عشان يعني ابقى ضيفها خفيفه عليكم، هاخد السفن على السكر، على انا نسيت اقول لكم كمان الكاكاو. مش هنضربه في الخلاط، هنضربه هنا، مش عشان دي من المواد الجافه. هنقلب الكاكاو كده، حطينا كل المواد الجافه على بعض على السريع. كاكاو، بودر، نشا، دقيق. اوكي، هاخد بس السفن مع السكر اضربه كويس قوي، وبعدين اضيف الزيت لان الزيت بيتقل يا جماعه الخلاط شويه في الضرب. فناخد السفن على السكر وارجع لكم واحط الزيت. احنا هنا ضربنا الصودا على السكر الاول لغايه اما السكر داب خالص، وبعدين زودنا الزيت علشان هو بيبقى تقيل شويه يا جماعه الخلاط. دلوقتي احنا هناخد ده البودر والنشا والكاكاو، هناخده اهو شويه نقلب كده عشان ايه اهو، حبه بحبه. دي اللي عايزه تعمل تورتايه في الصيام تعمل التورتايه دي ان شاء الله، ان شاء الله هتعجبكم ان شاء الله. واحنا بنعمل كده على ما الخليط يتقلب كويس. عايزه اقول لكم نصيحه للغسيل واحنا بنغسل في الغسالات. طبعا كلنا غسلنا نضيف، وكل ستات مصر غسيلها نضيف وزي الفل. انا هقول لكم تكه صغيره ايه اللي يخلي الغسيل الابيض ابيض شاهق. هنجيب ملح ليمون من العطار، نحط معلقه ملح ليمون على معلقه كربوناتو للغسيل الابيض فقط. اي غساله انت عايزه تحطي فيها حطي فيها ولا يهمك، بيديكي تكه في الغسيل ابيض شاهق. ولا تستخدمي كلور ولا اي حاجه، هتعجبك جدا جدا التكه اللي انا بقولها لحضراتكم دي. يا ريت جربوها. احنا اتفقنا كل مره هنقول في فيديو تكه صغيره كده، بنفكر بعض بيها ومش بنعلم بعض، لا طبعا، لاننا كلنا بنتعلم من بعض. بصوا حبايبي، احنا ايه هنكب الخليط. انا مبطنه الصينيه. بتفرق الزيت من السمنه يا جماعه. انا اضطريت اعملها سمنه نباتي لان احنا بنتكلم في موضوع صيامي كله. ما فيش فطار الا عايز. اولا دي موفره عشان بقى موضوع البيض اللي غالي والاسعار اللي احنا بنسمع عنها ده، والالبان والكلام دي للناس النباتيين والناس الصايمين، وتمشي اي حاجه وفي اي وقت على السريع تخلصيها. بصوا يا حبايبي، احنا هنعمل ايه؟ 1 2 3. ليه؟ لو انت ما عملتيش التكه دي بيبقى في فراغ بين الوش الاولاني وفي النص فراغ وبعدين بقيه الكيك. فاحنا التكات دي هتمنع اي فراغات ان شاء الله. هنحطها على درجه حراره 180
ما نفتحش عليها الا بعد 40 دقيقة او 45 دقيقة بالظبط على الرف الوسطاني على الشبكة. تابعوني وان شاء الله هطلعها واوريها لكم.